أنفيلد، أبريل 2011. كرة عرضية تعبر منطقة الجزاء، فوضى أمام المرمى، والكرة الساقطة تنتظر من يلمسها أولاً. وهناك يظهر هو، ليس الأسرع، ليس الأمهر، وليس الأكثر موهبة، لكنه دائماً حاضر. ديريك كوت يضعها في الشباك. هاتريك. ليس هذا مشهد نجم استعراضي، بل هو تلخيص كامل لمسيرته كلها، لأن ديريك كوت لم يخلق ليكون البطل الذي تتحدث عنه العناوين. لم يكن مبنياً مثل أساطير عصره، لم يمتلك أناقة هنري ولا سحر رونالدو ولا لمسة النجوم الذين سيطروا على تلك الحقبة، لكن رغم ذلك كان يظهر دائماً في اللحظة الحاسمة. وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: كيف يمكن للاعب مثل هذا أن يصبح لا ينسى؟ ليلو موضة من سني وسلم دايم كتار عليت فينا العلي ودارت بالسهرة الدار. ليلو موضة من سني وسلم دايم كتار ودارت فينا الدار. ماذا لو كان اللاعب الأهم هو اللاعب الذي لا يتحدث عنه أحد كثيراً؟ في عصر كانت فيه الأضواء موجهة للنجوم والعناوين الكبيرة، صنع كوت شيئاً مختلفاً. لاعب يثق به المدربون، لاعب يعتمد عليه الزملاء، ولاستعجال لم يكن من نوعية اللاعبين الذين يسرقون الأضواء، لكنه كان من النوع الذي يغير النتائج. ولد ديريك كوت في كاتيفيك، وهي بلدة صغيرة على الساحل الهولندي. كان والده يعمل صياداً، ولذلك لم تكن الحياة هناك تعرف الترف أو التلال. الانضباط لم يكن خياراً، بل جزءاً من الحياة نفسها. في تلك البيئة لم يكن كرة القدم حلماً فاخراً، كانت وسيلة إثبات، وكانت الطريق الوحيد نحو شيء أكبر. بدأ في نادي كويك بويز المحلي قبل أن يلفت انتباه أوتريخت، وفي البداية لم ينظر إليه أحد على أنه لاعب استثنائي. لم يكن موهوباً بشكل يلفتك من أول لمسة، كان فقط لاعباً يعمل أكثر من الجميع، يجري أكثر، يضغط أكثر، يقاتل أكثر. ثم جاءت القفزة الحقيقية، فينورد. هناك بدأ كوت يتحول من لاعب مجتهد إلى ماكينة أهداف. في موسم 2004 إلى 2005 سجل 29 هدفاً في الدوري، رقم كبير، لكن الأهم من الرقم هو الطريقة. لم يكن مهاجماً استعراضياً، كان يعيش على التمركز والتوقيت والضغط المستمر والقدرة على الوجود في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. كان لاعباً يربكك لأنه لا يختفي. وفي عام 2006 وصل إلى ليفربول، وهنا لم يكن مجرد انتقال عادي، كان انتقالاً إلى ناد يعيش على العاطفة ويقدس الروح القتالية ويحب اللاعبين الذين يعملون بلا توقف. كأن كوت ومدينة ليفربول كانا كتبا لبعضهما. في ليفربول تغيرت وظيفته كثيراً، لم يعد المهاجم الذي ينتظر كل الكرات داخل الصندوق، أصبح لاعباً يتحرك على الجناح، يعود للدفاع، يضغط بلا نهاية، ويقوم بكل شيء تقريباً لكي يظل الفريق متماسكاً. خفض هذا من أرقامه أحياناً، لكنه رفع قيمته داخل الفريق. تحت قيادة رافا بينيتيز أصبح كوت سلاحاً تكتيكياً، ليس النجم الأول، لكن من الصعب جداً أن تستغني عنه. في المباريات الكبيرة كان حاضراً، في اللحظات الصعبة كان يركض، وفي المباريات التي تحتاج فيها إلى شخص يفعل القليل من كل شيء كان هو ذلك الشخص.
ثم جاءت اللحظة التي لا تنسى، ديربي ميرسيسايد 2011 أمام إيفرتون. 3 أهداف، هاتريك، لكنها لم تكن 3 أهداف جميلة فقط، بل 3 أهداف بدت وكأنها تلخص حياته كلها: الوجود في المكان المناسب، وعدم التوقف، والقتال حتى النهاية. هذه كانت كرة ديرك كاوت. وعلى المستوى الدولي مثل منتخب هذا المشهد التاريخي. لم يكن اللاعب الذي تتصدر صورته الغلاف، لكنه كان جزءاً من البنية التي صنعت الحلم. الخاتمة. ومع مرور السنوات لم يشتكي كاوت، لم يطالب بدور أكبر، لم يقف أمام الكاميرات ليبرر، فقط واصل التكيف مرة بعد مرة، في كل فريق، وفي كل دور، وفي كل مرحلة. بعد ليفربول انتقل إلى فينربخشة، بلد جديد، دوري جديد، لغة جديدة، لكن أسلوبه بقي نفسه: عمل، التزام، وتأثير. ثم جاءت العودة الأخيرة، العودة إلى فينورد، العودة إلى المكان الذي بدأ فيه كل شيء. لكن هذه المرة كان الهدف مختلفاً. لم يعد الهدف إثبات الموهبة، بل إنهاء القصة بالشكل الصحيح. وفي عام 2017 في اليوم الأخير من الدوري سجل كاوت هاتريك في شباك هيراكليس، وكان عمره 36 عاماً. ومن خلال ذلك الفوز توج فينورد باللقب. كأن المسيرة كلها كانت تبنى من أجل هذه النهاية. لا استعجال، لا ضجيج، فقط رجل عرف كيف يصل وكيف يختم. ديرك كاوت لم يكن أبداً أفضل لاعب في الملعب من ناحية الموهبة الخالصة، لكنه كان دائماً من أكثر اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم. لاعب حول الجهد إلى قيمة، وحول الانضباط إلى إرث. وهناك تفصيلة لا يعرفها كثيرون: كاوت كان معروفاً أيضاً بأعماله الخيرية الهادئة في بلدته الأصلية، بعيداً عن الأضواء، تماماً مثل مسيرته، لا يبحث عن الضوضاء بل عن الأثر. ديرك كاوت لم يغير كرة القدم، لكنه أثبت شيئاً نادراً: أن الاستمرارية والالتزام والقتال يمكن أن تصنع إرثاً لا يقل قيمة عن الموهبة نفسها. وابعت روحي تصحيك ياللي شاغلني بيه.